السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية. أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المقطع الجديد نتكلم فيه على زيادة 75 نقطة استدلالية بداية من جانفي 2024. هذا السنة بداية من جانفي 2024 راح يزيدون 75 نقطة استدلالية لكل شخص. 75 نقطة استدلالية في سنة 2024 رايحين يزيدون 75 نقطة استدلالية. عزيزي المشاهد، زيادة 75 نقطة استدلالية تأثر بشكل مباشر على مكونات الرصد. نتكلم معكم على الصنف رقم 5. الصنف 5 بداية من جانفي 2024 سيصبح الرقم الاستدلالي لهذا الصنف سيصبح 488 بعد ما كان في سنة 2023. بعد ما كان في سنة 2023 300 أو 413. بعد ما كان 413 في سنة 2023 سيصبح بداية من جانفي 2024 488. هذه الزيادة تاع 75 نقطة استدلالية ينتج عنها الزيادة في الأجر القاعدي وفي منحة الخبرة المهنية. لنرى معكم كيف يصبح الأجر القاعدي بعد ما كان 1,858,500 في سنة 2023 سيصبح بداية من جانفي 2024 2,196,000 بزيادة قدرها 337,500 كما تلاحظون. 375,000 هذه اللي راها موجودة على يسار الشاشة باللون الأحمر، الخانة أو الخلفية باللون الأحمر. منين جات من 2,196,000 نقص منها 1,858,000. معلوم كيفاش نجيبه الأجر القاعدي. الأجر القاعدي ما هو إلا النقطة الاستدلالية مضروبة في ثمن النقطة الاستدلالية اللي هو 45 نقطة، 45 دينار عفوا. 484 كانوا ضربوها في 45 دينار اللي هو ثمن النقطة الاستدلالية الواحدة، نلقاوها 2,196,000. إذا الأجر القاعدي كان فيه زيادة وحدها 337,500. هذه الزيادة طبعا خام ماهيش صافية. لما يكون هذا الموظف عنده لاسيانتي بمعنى عنده الأقدمية، تكون عنده منحة يسموها منحة الخبرة المهنية. لو نفرض أن هذا الموظف راه في الدرجة 12، لما يكون في الدرجة 12 تكون عنده نقطة استدلالية لهذه الدرجة. كل درجة عندها نقطة استدلالية خاصة بها. لما نديروه في الدرجة رقم 12 يلزمنا نحسبوا له النقطة الاستدلالية نتاعو. كيفاش نحسبوها؟ 12 نضربوها في 413 مضروبة في 0.05. معناها في سنة 2023 أو في الوقت الحالي النقطة الاستدلالية للدرجة 12 هي 248. بداية من جانفي 2024 ستصبح هذه النقطة الاستدلالية للدرجة 12 مضروبة في 488 مضروبة في 0.05 لنجدها 293. لاحظ كاينة زيادة في النقاط الاستدلالية. لحبينا نحسبوها نكتبوها هنا نديروها تساوي، نجو هنايا ونديرو تساوي الجديدة ناقص القديمة لنرى معكم النقطة الاستدلالية اللي زايدينها في الدرجة رقم 12 زايدينها ب 45 نقطة استدلالية. كل درجة معلوم أنها تساوي الثمن نتاعها هو 45 دينار جزائري لكل نقطة استدلالية. 45 نقطة استدلالية لما نضربوها في 45 رايحين نجد الفارق هو 200 و2500. بمعنى أن الخبرة المهنية في سنة 2023 كيفاش نحسبوها؟ نحسبوها 248 اللي هو النقطة الاستدلالية للدرجة مضروبة في 45. رايحين نلقاوها كما راكم تشوفوا 111,500 منحة الخبرة المهنية كما تلاحظون 3,115,100. بداية من جانفي 2024 ستصبح 1,317,600. هذه بالنسبة لمنحة الخبرة المهنية بزيادة قدرها 200 و2500. لو
لو نفرض أن هذا فقط في الدرجة الثامنة، لاحظ معايا لو كنا نعود في الدرجة الثامنة، لاحظ الزيادة كيف تكون 135. كل ما تقل الدرجة كل ما تقل معها الزيادة في منحة الخبرة المهنية. لو نديروها 5 مثلا، لاحظ معايا نديرو هنايا 5، هذه الدرجة 5 درجة 5. النقطة الاستدلالية والزيادة 84,375. لو يكون في الدرجة رقم 1، نديروا درجة رقم 1 أعزائي الكرام مع بعضنا البعض لنرى أن الزيادة ستكون فقط 16,875 سنتيم في هذه المنحة اللي هي منحة الخبرة المهنية، أحد مكونات الراتب لهذا الصنف أو السلم. لو يكون موظف جديد بمعنى ما عندوش خبرة مهنية، ما عندوش أقدمية، ما عندوش خبرة مهنية، عزيزي المشاهد لا تنسى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب. لا تنسوا ترك آرائكم في التعليقات بالأسفل حتى يصلكم كل ما هو جديد وكل ما نقوم بنشره على هذه القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه.